السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا بينا على النبي. وهندخل كده على روتين حلو خالص خالص. عملنا فيه أكلة حلوة جدا ترم العظم بجد. أكلة يعني من الحاجات الحلوة يعني. أولا الأول صلوا بينا على النبي. وهندخل على الروتين بتاعنا. أنا كان عندي هنا ديكين بلدي، كانت والدتي بعتهم لي، فحبيت ان انا اعمل عليهم كده اكله حلوه. فالولاد طلبوا محشي، بما اني كان عندي بصوا كرومبيتين ليهم اكتر من شهر عندي في التلاجة. فقلت هعمل على الفرخيتين دول احشيهم رز بناء برضو على طلب الاولاد، وهعمل محشي جنبيها رز ورز. رز ورز. هما طلبهم كده ان انا احشي الفراخ رز، مع اني كان عندي فريك، بس هما طلبوا ده. طبعا غسلت الفرختين او الديكين كويس جدا ونقعتهم، وحطيت طبعا المحلول للتنقيع بتاعنا اللي قلت لكم عليه، دقيق وليمون وجنزبيل، وحطيتهم يتنقعوا فيه، وحبة ملح وحبة سكر. جينا طبعا عملنا البصلة للمحشي. خدعت البصل بقرن فلفل كده حامي على سبايسي كده يديله طعم ونكهة. وبرضو في الكبة اللي اتكسرت اللي وريتها لكم في الروتين اللي فات، اتكسرت السكينة بتاعتها، ده اهمال مني، لكن نوعية الكبات دي للأمانة ممتازة جدا 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 جدا. تتحمل معاكي ضغط شغل زي ما انت عايزة. بصوا هنا كنت البصلة خلاص احمرت معايا، ومش بحمرها خالص خالص عشان ما تعملش حموة كده وحرقان وتخلي تتعب المعدة يعني في الأكل، يعني في أكل المحشي. اول ما البصله كده يا دوبك اصفرت وادت اللون والريحه الحلوه، كنت خلطه الطماطم طبعا نص خلطه كده على الكبه، وحطيتها على البصل، ونكهتها كمان بحوالي معلقه من التوم عليها كده، وبديها شمخه وريحه حلوه. كنت حاطه الحله فيها ميه سخنه كده عشان اسلق الكرنب، والحله التانية عشان اعمل الطشه بتاعه الديوك. الديوك بصوا نضفتها كويس جدا. بصوا بقول لكم في جزئيه كده بتبقى في الديك لازم تتشال بالسكينه، لان دي بتخلي لك الشوربه زفره زفره زفره. عزكم الله كده. الحته دي اللي في مؤخره الطيور لازم تتشال، الحته اللي من فوق دي اهو بحب اكد لكم عليها علشان تبقى واضحه بالسكينه كده وتتشال. تمام. خلصت التسبيكة بتاعة المحشي، واول ما سبكت حبيت يعني انا بحب احط الرز كده فيها، بتتشرب اي سوائل زيادة في التسبيكة بتاعة المحشي. ما تديكيش الخلطة ان هي صيصة كده ومليانة مية، لا، بتبقى منشفة كده وحلوة، وهتشوفوا في الاخر انا قصدي تيجي تحشي ما تبقاش كده التسبيكة بتاعتك او الخلطة كده مليانة مية ومليانة سوائل من غير فايدة. بصوا هنا بحاول بكل الزوايا اجيب لكم التصوير عشان تبان مظبوطة. عايزة اقول لكم ان الخلطة دي كانت حمرة جدا جدا، لكن في الكاميرا والتصوير مبيناها بيضة. ليه؟ مش عارفة، يعني مش عارفة. التليفون والله عامله معايا الايام دي مرة بيفصل من شدة الحرارة، ومرة ما بيجيبش الحاجات بلونها الطبيعي زي ما هي في الطبيعة. فاللهم لك الحمد كده بنعكز معاه كده علشان نصور الفيديو ويجيب لنا نتيجة كويسة كده، وبس عايزة تطلع الحاجة زي ما هي موجودة بالظبط. بعد اول ما الحلة سخنت كده حطيت معلقتين زيت على معلقة سمنة، اي نوع سمنة، بس انا حطيت في المرة دي معلقة سمنة بلدي كده، بما ان في ديوك بلدي ندلعها دلع كده من الاخر. حطيت معلقة سمنة ومعلقتين زيت، وحطيت هنا بصلة مفرومة معايا، يعني بصلة صغيرة. وبعد كده احط التوم. دي الطشة بتاعة الديوك، جربوها بتخلي لك طعم الطيور عموما، يعني روعة روعة روعة. انا متعلمها من والدتي ومستمرة عليها من زمان، وكل اللي بيدوق الاكل بتاعي او الشوربة او الحاجات دي بتاعة الطيور بيشكر فيها جدا جدا جدا. وتقدري تصنفي منها عليها اي صنف او كذا صنف، وبيديكي طعم ونتيجة يعني ما شاء الله. هي الحاجة بصوا أن يعني ما اقتنعش نهائيا باللي يحط مية ويسلق الطيور أو كده أو يسلق اللحمة. لازم أطش لها في الأول كده واديها الطشة بتاعتها، وتلف لفتين كده وتغلي غلوتين فيها لحد ما تتسبك اللحمة وياخدوا من طعم بعض. هنا بقول لكم الكرومبة. بصوا الكرومبة دي يعني كبسة جدا جدا. أنا يا دوبك شلت الجدر منها وحطيتها زي ما هي كده صحيحة في المية عشان تتسلق. حطيت في مية سليق الكرنب
معلقة من الملح، وتضيفي كمان معلقة من السكر، بيديلك تسكيرة لورق الكرنب يا ما شاء الله، بتخليها كده سكر، كأني بتعملي مش الكرنب البط، لا كأنك بتعملي الكرنب البلدي. اكيد فاهمين قصدي ايه. بصوا بعد ما الطشة هنا اتسبكت يعني خدت ودت مع بعضها، هضيف لها كمان معلقتين من الطماطم او طماطمية مبشورة كده. سلقت الكرنب. بصوا لما تسلقي الكرنبة كلها على بعضها بتطلعها لك ورقة ورقة من غير ما تتهدر منها. بصوا تسبيكة المحشي او خلطة المحشي اهو اتشربت خالص من كل السوائل اللي فيها، وعايزة اقول لكم ان هي كانت حمرا جدا جدا. ازاي طالعة باللون ده مش عارفة في التصوير. هنا بصوا الكرنبة دي طلعت لي اللي هي بتبقى من جوه اللي بنقول عليها بطة صغننة كده، او الكرنب مزرعة من جوه، لان احنا يعتبر كده في اخر موسم الكرنب. فيعني حاليا ممكن ما تلاقيش الكرنب ده موجود خالص، بس لاني انا كنت جايباهم من حوالي شهر وكنت مكسلة عليهم، وكل مرة اقول بكرة اعملهم بعده اعملهم، فقعدوا معايا في التلاجة. في الاخر جا وقتهم وربنا في الوقت اللي كاتبه لهم، فطلعتهم وعملتهم كده مع الديكين دول. كبستهم كده او حشيتهم، لان في ناس مش هتفهم كلمة كبستهم. حشيتهم بالرز وكتفتهم، واول ما الطشة بالمية غليت حطيتها فيهم. مش هتاخد حاجة وتستوي الديوك دي، لان بصوا اللي بيقولوا عليها بدارة، فمش هتاخد وقت خالص، اللي هي لسه صغيرة يعني. سلقت الكرنبة التانية اهو زي ما هي صحيحة. بوريلكم ان انا شايلة القلب بتاع الجدر منها وبسلقها كده صحيحة. الخضرة كمان قطعتها وحطيتها على وهنا كنت مقورة الفلفل. بصوا شايفين انتم ما شاء الله تقويرتها. بصراحة اللي قورت لي الفلفل كده بنتي، وهي اللي برضو بتلف معايا برضو في الكرنب. بدأنا اهو اول حاجة رصيناها في قعر الحلة الفلفل، علشان ايه؟ بياخد سوا اكتر من اللي محشي الكرنب. وفي الرق اللي من فوق هرص عليه الكرنب زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد ما بنخلص لفة خالص بجيب العروق، لان انا بحبها جدا، يعني انا بعشقها بصراحة. العروق دي بتاعت الكرنب، اللي بيحبها زي يكتب لي في التعليقات. وطبعا كالعادة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا لي الكومنت الحلو، وتحطوا لي اللايك بالله عليكم. بالله عليكم ما تنسوش اللايك، لان ايه، حابة ان القناة تترفع والمشاهدات تترفع معايا بالله عليكم، علشان نفسي احقق الشروط بتاعة القناة. بصوا بعد ما برص العروق كده بحطها بزودها من الشوربة واسيبها تستوي. في الفترة دي جات لي ضيوف، فسبت تسوية المحشي، خليت بنتي يعني فضلت متابعة التسوية بتاعت المحشي اهو. بصوا العروق انا بجمعها كده وبحطها في طبق وحده، بحب انا اتسلى عليها كده واكلها، بتبقى طعمها حلو جدا جدا. يعني اللي بيحبها يكتب لي في التعليقات ان بنحب العروق بتاعة الكرنب زيك كده. بعد كده ما خلصنا والفراخ عندي كنت مطلعاها من الشوربة، هحمرها في الزيت، مش هحمرها في الفرن عشان ما تنشفش. هحمرها احط لها كده حتة صلصة بسيطة خالص وحمرها، هتدينا لون محمر وحلو زي ما انتوا شايفين كده. وده كان يومنا وكان روتيننا البسيط المتواضع. يعني ما تنسوش تكتبوا لنا لايك وتحطوا لنا اللايك، معلش معذرة، تحطوا لنا اللايك وتكتبوا لنا كومنت. واللي مشتركش في القناة يا ريت يشترك. ونورتوني، ويا رب يديمكم نعمة فوق راسي من فوق، ويديمكم نعمة في حياتي. وإن شاء الله بإذن الله كده انتظروني في فيديوهات قادمة هنقدم فيه كل ما هو جديد. وإن شاء الله بإذن الله كده في أفكار حلوة كده عايزة أقدمها معاكم. واللي حابين إن أنا أنزله لكم في القناة اكتبوا لي إيه نوعية الفيديوهات، أكتر فيديوهات بتحبوها وأنا أكتر لكم منها. وإن شاء الله بإذن الله كده كل ما هو يعني روتيني ويومياتي وكل أحداث يومي أول بأول هنزلها لكم من خلال القناة في فيديوهات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.